ريكوردنج الاول. المفروض السيشن اللي فات ان احنا اخدنا اللي هو الكالر مود، صح؟ والواجهه، صح؟ طبعا يا صابر انت لسه جديد، ما اخدتش انت السيشن دوت، فكده كده هتسمعوا تاني، لان كده كده هو اصلا الفيديوهين مكملين لبعض، فما تقلقش انا معاك، ما تقلقش. شباب اللي سمعت الفيديو، عندكم اسئله؟ انا تمام. ايوه الصمت العقابي بتاعنا تمام دوت، انا عارف. يعني اياد، انت تمام انت كمان؟ اياد، اياد انت لو بتتكلم المايك عندك مش شغال، انت بتاع المايك مفتوح بس مش شغال. معلش بس المايك مش ولا شغال. يهمك، ولا يهمك، دلوقتي انا سامعك اهو. دقيقة معلش حضرتك بتقول إيه؟ مفيش مشكله، خد وقتك. تمام كده تمام. تمام، بقول لك الفيديو الجديد ايه الوضع؟ في اسئله؟ لا تمام. لا. يا جدعان ما تحسسونيش يا جدعان ان انتم متفوقين قوي كده. ابدا اقلق على نفسي. طيب، الفيديو اللي فات اتكلمنا عنه كده يا شباب بشكل سريع في قلب المنصه يعني. اتكلمنا عن واجهه البرنامج، ويعني ايه كلر مود، وان عندنا 2 كلر مود مهمين، وباقي في 3 كمان فرعيين. اسمع بقى ايه بالترتيب، انا هنزل بالترتيب. ابو حميد، ما تعالى في المايك ليه؟ تعالى بس افتح المايك وتعالى. ابو حميد، معاك انا بس بعمل حاجه بس ثواني. ولا يهمك. هتجاوب ولا اخش على اللي بعدك؟ طيب، والسؤال ايه؟ ايه هي الكالر مودز اللي اتشرحت في الفيديو؟ الكلام الموديل اللي اتشرح في الفيديو. مش عايز الشرح، انا عايز اساميهم. يعني كذا وكذا وكذا وكذا، فاهم الفكره؟ مم. آه. ايوه. لا هو انا اتفرجت عليه في يومها فمش فاكر بصراحه. انا حاليا فاهم، حاليا في حاله اسبهلال. لما انت اتفرجت عليه في يوميها ومش فاكر ازاي، امال انت استفدت ايه كده من الفيديو؟ وانا خدت بالي من حتى مسجله في الورقه اللي هو ايوه. بتاعه الريزوليوشن اللي هو 100% واكبر 100% 100% 100% ده؟ من 100 اكبر من متر في متر يبقى ماشي، دي الريزوليوشن المقاسات، دي المقاسات، 72. دي المقاسات. اه انتوا الفيديو اه بتاعكم ريزيشن ولا كلر مود؟ بالراحه بس. الريزوليوشن بس، انا كنت سألت خدتوا حضرتك ريزيشن دلوقتي بس؟ في الريزوليوشن. اه. حلو زي الفل، ده انتوا قلتوا لي في حته احلى. طيب، ريزوليوشن المفروض انت حضرتك خدت فيهم 3 ارقام، ايه هما يا ابو حميد؟ اللي هو اول رقم مش لو عايز من لو كراسه، انا عايز كراسه جديد تشال ترمي في الزباله دلوقتي، مش عايز اه نقل. انا عايزك تقول اللي في ماشي. دماغك، فاهم حاجه؟ انا عايزك تقول لي ايه ال3 ارقام، مش من متر في متر الكذا، لا. اللي هو انا عندي 3 ريزوليوشن، مقاس كذا ومقاس كذا ومقاس كذا، فاهم حاجه؟ الرقم. عندي حلو. تلاتة ريزوليوشن اللي هو 300 ايوه. اللي هو للحاجات القريبة اللي هو الحاجات ما القريبة تخش في مش تفاصيل، قول لي ال مثلا. 300 وكذا وكذا، فاهم؟ ما تدخلش في تفاصيل دلوقتي عشان هسال فيهم واحد تاني. ماشي. ماشي 300 و150 و72. حلو، كلام جميل جدا، كلام جميل جدا يا ابو حميد. انا ممكن اسالك سؤال رخم شويه؟ ماشي. لا معلش، السؤال يعني استحملني في السؤال ده، هي الارقام دي جت منين؟ ما انت اكيد يعني التجربة. لا هي مش اكيد تجربه، ليها مبدا. الارقام دي جت منين؟ طب هقول لك حاجه اسهل. جنب الارقام اللي انت بتقولها دي، في عندنا بيكسل بير انش وبيكسل بير سنتيمتر، صح؟ بيكسل باللينش والحوار بتاع ايوه. 2 ونص دوت. حلو، ايه اتنين بقى ونص الحوار ده؟ يعني خش في التفاصيل بقى، سمعهولي كده. بجاوب طيب. لا اصبر، اصبر، انت راجل جديد، ده انت بالذات اسكت خالص. انت هتتصدم من الكلام ده لو انت ما سمعتش اي حاجه شرح ليا قبل كده. انت سمعت شرح ليا بس انا يا صابر قبل كده؟ عارف الاجابه يعني. طب ما هو ماشي، اما بص. نشوفها. حلو، قول يا ابو بيكسل حميد. بيكسل للسنتي بتبقى اكبر من بيكسل لللينش. حلو، انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله. انا عايز اعرف يعني ايه بيكسل بير سنتي او بيكسل بير انش، يعني ايه؟ يعني ايه الكتابات دي، ايه معناها؟ يعني ايوه. ال ال ايوه. انا قلت لكم لما قلتوا ما عندناش اسئله، قلت لكم اخر واحد قال الكلمه دي في جروب رقم 1 وجروب رقم 2 بيتعالج في مستشفى المجانين دلوقتي، جاله تروما يا عيني. استحاله انك تعدي على الفيديوهين بتوع الكلر موديشن دول وتقول لي ما عنديش اسئله. يبقى انت راجل ما شفتليش شرح قبل كده، واضحه وصريحه، فاهم؟ يعني هي واضحه وضوح الشمس. في دي بالذات انا بتحرى التفاصيل انك تفهم الحرف اللي مكتوب ده بتاع ايه. مش عايزك بس تحفظ الارقام والكالر مودز، لا. انا عايز افهم تفاصيل الرقم ده جه منين. هو طب انا انت تقول لي ما انا سمعته كده. طب سمعته كده دي اللي هو، طب ما اقدر حد سمعك كلام غلط، قدر معلومه متناقله غلط، اشاعه يا عم، هتعرف منين؟
فاهم؟ ايه بقى معنى كلمة بيكسل بير سنتي ديت او بيكسل بير انش؟ يعني ايه؟ وايه علاقة الرقم اللي احنا بنحطه بالجودة؟ تمام؟ وايه علاقة الرقم اللي احنا بنحطه بالحجم؟ ايه؟ ليه؟ فاهم ليه الرقم ده بيأثر في كل الحاجات دي؟ وليه الرقم ده ما ينفعش اثبته؟ يعني ليه ما ينفعش اخليه 300 دايما؟ لا ما انا هنزل بالترتيب. يعني انا بشوف ابو حميد دلوقتي في حاجه جايه معاه الموتور هيدور ويطلع اجابه، ولا هنقل على ايه على طول؟ عشان انا ايه عارف ان انا هجيب لها تروم النهارده بعد ما قالت بكل ثقه انا فاهمه كل حاجه. ده شيء غريب بالنسبه لي. ابو حميد في اجابه؟ ها؟ ده اللي انا قلته. بس يعني مفيش اي حاجه دلوقتي في دماغك من الكلام اللي انا قلته ده؟ مفيش اي اجابه ليهم صح؟ عادي عادي عادي، ما يبقاش الموضوع فيه شده، عادي احنا بنسال عشان ننشط دماغك عشان تبدا تفوق وتفهم اجابات الاسئله دي. تمام؟ آية، نعم. لو سألت نفس الأسئلة اللي لسه سألهم لأحمد، اللي هو يعني إيه بيكسل بالسنتي أو إيه بيكسل بالإنش ديت؟ إيه هي كل 72 بيكسل بتحطه في واحد، يا اما انش يا اما 1 سنتيمتر. حلو. إيه بقى البيكسل ده نفسه؟ اللي هي اصغر وحدة قياس، اللي هو المربع تقريبا. حلو، حلو جدا، فاهمة وجاي تجاوبي كويس جدا. طيب خليني أسألك سؤال، ليه لما بحط 72 حجم الملف بيطلع صغير، وليه لما احط 300 حجم الملف بيطلع كبير؟ عشان ليها علاقة بالجودة اللي هي الكواليتي، كل ما الكواليتي زادت كل ما حجم الصورة زاد. الكواليتي بتزيد ازاي؟ ما هو ايه علاقة الرقم ده بالكواليتي؟ اللي هو لو حطينا 300 ده معناه ان هي كواليتي عالية، فبالتالي الحجم ماشي، ما هو انا ايه اللي خلاني قلت طالما حطيت 300 يبقى كواليتي عاليه؟ ايه ايه الحاجه اللي دارت على الكلام ده؟ اللي هي يعني ايه المفهوم؟ المساحة اللي هي مثلا 72، فاحنا حاطين اللي هي الجودة بتقل لان المساحة بتاعتها قلت، اللي هي البكسلات بتتحط في مساحة اقل. ما انا عايز افهم بقى اللعبه، يعني انا حاليا مش فاهم اللعبه اللي انت بتقولها دي. انا دلوقتي قلت لي كلمه جميله، قلت لي انا دلوقتي لما بحط 300 حجم الملف بيزيد، صح؟ وانت اتفقت معايا في الكلام دوت. طيب بيزيد ليه؟ ليه دي ليها اجابه؟ يعني انا دلوقتي وليه بقول لما احط 300 الكواليتي بتاعي ليه؟ اشمعنى دي؟ طب ليه ما اقولش ان انا لو زودت المقاس فوق، ركز اسمع معايا، ليه ما اقولش ان انا لو زودت المقاس فوق تعلى الكواليتي؟ اشمعنى دي؟ اشمعنى دي؟ ليه ما اقول لما غيرت الكلر مود ما الكواليتي ما اختلفتش؟ اشمعنى الريزوليوشن هي متحكمه في الكواليتي؟ معرفش. حلو، ننزل على اياد عشان كان رافع ايده من شويه. تعالى اياد اطلع على الستيج. عدد مربعات البيكسلز بيزيد فبتزيد حلو المساحة. حلو، ليه بقى؟ هنا بقى انا عايز اعرف ليه. لا افتح لي المايك، مش انت اللي بتجاوب. افتح المايك. مش ده السبب يعني؟ لا ده مش السبب، ده مش السبب، عيد ده في السبب. اسباب. دلوقتي انا حطيت 300 بكسل بير انش صح؟ افتراضي. ليه ال 300 بكسل دول بيخلوا حجم الملف كبير وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعته عاليه؟ ليه؟ اشمعنى؟ لا ملهاش علاقه. ما هو طب انا دلوقتي لما انا لو خدت نفس البيانات اللي جوه اللي هي الصور والحاجات دي وحطيتها على ريزوليوشن 72 هيبقى حجم الملف صغير وهيبقى الكواليتي قليله. ليه بقى؟ هنا دي اللعبه. دي اللي محتاجه واحد يشغل دماغه ويفهمها. انزل على صابر عشان كان بيقول انا عندي الاجابه. انا متحمس اسمع على صابر لان هو ما سمعش الفيديو، فيعني ان كان في ايه احتماليه ان حد فيكم جاوب 1 من 10 فانا اشك صابر، فسمعني يا صابر. ليه؟ انسحب. انا بره، انا بريء والله. طيب هسألك سؤال يا آية، بما ان احمد ما جاوبش وانت اللي جاوبتي النقطه دي فانا عايز اسالها لك انت. انت قلتي دلوقتي البيكسل دي هي اصغر وحده قياس صح؟ اللي هي مربع 1 في 1 صح؟ اجابه صح على فكره، اجابه صح جدا. هو المربع ده بيبقى جواه ايه؟ يعني دلوقتي ليه بحط 300 مربع؟ ليه ما احطش مربع واحد كبير؟ ليه بحط 300 مربع صغيرين؟ ايه اللي هي النقط؟ ايوه النقط دي ايه بقى؟ يعني ايه اللي بيبقى ماشي؟ ما هو المربع ده بيشيل ايه؟ هنا بقى يجي السؤال اللي لو تجاوب تعرف ليه ان كل ما نزود المربعات دي الكواليتي بتزيد، وكل ما نزود المربعات دي تلاقي حضرتك كمان جنب المربعات ديت حجم الملف كبر. نقط لو الايه؟ قول يا ابو حميد بتقول ايه؟ ابو حميد النت عندك بيقطع، قول كده بتقول ايه تاني؟
حاول تظبط النت بس وانت بتتكلم. نقط لونيه. نقط لونيه. يعني ايه نقط لونيه بقى؟ لو فسرتها صح هقول لك انت صح. اللي هي ما هو كل مربع بيشيل درجة من اللون، اللي هي كلها كل مربع يعني درجة من صح اللون، صح بحيث ان هما كل مربع صح يا بيكملوا باشا. صح صح جدا. صح جدا، وانا مبسوط ان انت قلتها، يعني انا كنت متوقع ان انت اللي تقولها. دلوقتي يا شباب احنا قلنا ان البكسل دي اقل وحده قياس يعني مربع. احنا هنا بنقول ان في كل سنتي، اللي هو حرفيا السنتي ده ايه يعني عقله صباع مثلا، حلو، في كل سنتي فيه 300 مربع. ال 300 مربع دول لما بيبقوا كتار كده كل مربع فيهم بيشيل درجه لون واحده. فلما يشيل درجه لون واحده انت وصلت لدرجات الوان اعلى، وصلت التفاصيل اكتر، فبالتالي تلاقي كواليتي الصوره طالع اوضح. ليه؟ ما هو انت في كل سنتي انت لو بتشيل مثلا 16 لون، فانت شايل في السنتي ده مثلا 18 لون 20 لون. ده اللي بيخلي حضرتك لما تدخل ان شاء الله باذن الله اسمها ديت في الكاميرا رو معايا، وتلاقي نفسك بتعلي الكونتراست اللي هو التشبع، تلاقي نفسك لما بتعلي الكونتراست بتلاقي الصوره بتوضح معاك اكتر. ما الهم ده كونتراست ملوش علاقه، لان حضرتك بتشبع المربع بدرجه اللون اللي جواه. فلما كل ما المربعات دي تزيد حجمها او كثافتها تبقى كتير في كل سنتي او في كل انش، فكثافتها كتير جدا جوه، فتشيل درجات لون اكتر، فتجيب لك تفاصيل اكتر، تعلي الكواليتي وتعلي حجم الملف وتعلي كمان السايز بتاع الاكسبورتنج. لما تيجي تخرج الصوره تلاقي الصوره واصله معاك 17 20 ميجا. على عكس انت لو خليت الريزولوشن ده اقل هتلاقي مثلا المقاس اللي طالع اللي هو الفاينل اكسبورتنج بتاعك طالع مثلا ايه افتراضا 2 ميجا. نيجي هنا بقى لسؤال مهم واساله لاحمد لانه جاوب. ابو حميد، ابو حميد ما تستخباش دلوقتي وتقول أيوة كده، بس. اظهر معايا. هسألك سؤال حلو، هسألك سؤال حلو. هو دلوقتي احنا معاك جينا والله قلنا، كده. ما انا عارف انا بقول لك هسألك سؤال حلو. احنا جاي دلوقتي قلنا محمد علي الريزوليوشن دوت المقاس بيعلى والكلام ده كله. هو ايه علاقة الريزوليوشن دوت بان انا لما اجي انزل على السوشيال ميديا حاجة الريزوليوشن بتاعها عالي ببكسل؟ نلعب بقى اللعبة بقى واللف دلوقتي. علشان مم. علشان ركز السوشيال قبل ما ميديا تجاوب، لا. ركز قبل ما تجاوب. بقول لك تفسير، ما تجيش تقول لي ان الريزوليوشن بتاع السوشيال ميديا 150 وانا لما اشتغل 300 ده غلط. لا انا عايز تفسير ليه انا اخترت 150 اصلا لدي. ما هو السوشيال ميديا لها حجم مناسب يترفع عليه. لا ما ينفعش يبقى خالص اكبر من كده. خالص خالص، مالهاش علاقه بدي خالص. الدليل على كده ان انا لما جيت قلت لك ان انا لو عندي ويب سايت شخصي زي المنصه بتاعتي انا برفع ريزولوشن 300 عادي جدا. ها، ما هو ده نت وده نت، وده سيرفر وده سيرفر، وده جهاز وده جهاز، ودي صوره ودي صوره. ملهاش علاقه. يعني الفيس مش علشان شرط عليا ال 150. لا علشان انت كنت قايل ان انت شاري سيرفر مش عارف ايه وانت ايوه لوحدك عليه. فانت ايوه بترفع براحتك. حلو. ليه بقى في الفيس ما ينفعش اعمل ف كده؟ ما هو علشان الفيس هو سيرفرات مجمعة كتيرة ومفيش الواحد بس اللي سيرفر لوحده، لا. السيرفر عليه كذا واحد. عدد اليوزرز بيفرق. ما تيجي بقى نلعب انا وانت زي ما لعبه، بقول. ما تيجي نلعب بقى انا وانت لعبه. هو انا لما اجي اقول لك ان الفيس بكسل الصوره، الفيس بيعملها ازاي؟ او الواتس بيضغط بكسل حجمها. الصوره بيضغطها ازاي بقى؟ انا عايز افهم نظريه الضغط دي. انت لو فهمت نظريه الضغط دي هتفهم كل حاجه. ايه نظريه الضغط دي؟ ما هو انت مثلا امم انت مطلع الصورة من الفوتوشوب مثلا 5 ميجا. حلو الفيس معروف ان هو مثلا بيقبل كام 1 ميجا. يبدأ حلو. هو يضغط الصورة ل 1 ميجا ويبكسلها بيضغطها ويخليها ازاي تشيل بقى؟ 1 ميجا بيضغطها عشان ازاي يعرف بقى؟ ينشرها. ما هو انا بتكلم بقى بيضغطها ازاي يعني عشان يوديها من 5 ميجا ل 1 ميجا، هيأثر يعني على مثلا ايه؟ احنا مطلعينها بيأثر على عدد البكسلات. حلو. طيب لما يقص على البكسلات ايه اللي يحصل؟ ها؟ البقع اللونية بتقل، عددها بيقل. كويس، عدد وصلنا البقع للنقطه اللونية دي. بيقل. وصلنا للنقطه دي. وصلنا للنقطه ديت. الفيس دلوقتي معهوش الاوبن سورس بتاع التصميم، ازاي هيأثر على الريزوليوشن بتاع الصوره نفسها؟ هيقل. احنا مثلا عاملينه 2000 في 2000 يعني 2000 بكسل في 2000 بكسل. لا 2000 في 2000 ده مقاس يا باشا، لا ماليش دعوه. المقاس حاجه، المقاس حاجه والريزوليوشن حاجه، انت ما تدخليش اتنين في بعض. المقاس ملوش علاقه بالريزوليوشن نهائيا. ركز دي كويس قوي. المقاس ملوش علاقه بالريزوليوشن تماما.
بدأت تتوه يا ابو حميد صح؟ بدأت تتوه. انزل على ايه طيب؟ اسمع من ايه؟ ايه مش عارف بقى اكتر من كده. ما بقول لك اسمع ايه، حتى الان انت ماشي كويس، حتى الان انا سامع اجابات كويسه، الاجابات دي ما كانتش موجوده في الراوندات اللي قبل كده، فالحمد لله يعني في تحسن. دلوقتي يا ايه، انا رحت كراجل صاحب الفيس، احمد جه اداني الصوره افتراضا 5 ميجا، وانا راجل شايف ان 5 ميجا دول بيتحطوا في جيبي هيبقوا تقال، فانا عايز اخف وزنهم. اخف وزنهم ازاي؟ اقلل بقى البكسلات دي ازاي؟ اللي هو نخلي مساحة البكسلات تبقى اصغر. ازاي؟ ما هو السؤال هنا ازاي؟ اللي هو نقلل جودة الصورة. ازاي بقى؟ ما هو تقول لي انا اللي اقول لك ازاي، تقول لي طب هنصغر هقول لك ازاي. بصوا انا عامه اي سؤال بساله هتلاقيني بقول لك ازاي، اديني سبب. عارف. انا بحب الشخص اللي بداخل معايا هو فاهم كل حرف انا بقوله، طالع من هنا هو دماغه مش نظريه بصمج ان انا حافظ معلومه وطالع اقولها زي ما انا حفظتها. انا فاهم المعلومه عشان لما يحصل تطور انت فاهم اللعبه حصلت ازاي، تبقى عندك اجابه لكل حاجه. فاهمين الفكره؟ عشان بس محدش يبقى شايف ان الموضوع رخم او تقيل او بتاع، لا هو ده الصح. انت تكون فاهم، انت دافع فلوس هنا عشان تفهم مش عشان تحفظ. تحفظ هات لك كتاب من بتاع كيفيه تكون مصمم في 10 دقائق حبيبي في الله، وافتح الكتاب واقعد اقرا اللي مكتوب فيه، ده كده ببصمه. فاهم حاجه؟ السؤال واضح وصريح، انا عايز اضغط الصوره واصغر حجمها، بلعب اللعبه دي ازاي؟ اقول لكم حاجه حلوه شباب، انا عايز المايكات كلها مفتوحه دلوقتي حالا، اياد وصابر واحمد وايه وكله. ممكن اسالكم سؤال؟ هو انتوا لو قاعدين في شقه اوضتين حلو، وجيت انا قلت لك والدك مثلا جام جايب لكم شقه 5 اوض وانتوا 3 اخوات، انتوا كنتوا الاول قاعدين في اوضه واحده صح؟ الموضوع كان مريح؟ ليه انت حاسس ان انتوا قاعدين على فوق نفس بعض؟ بقى عندكم 5 اوض هتعملوا ايه؟ هنتوزع. كل واحد فيكم يروح يقعد في اوضه لوحده. هل في احتماليه 1% ان انتوا ترجعوا تقعدوا مع بعض في اوضه واحده تاني؟ لو احنا ربنا وسع علينا ايه اللي يخلينا ما نروحش في الوسع؟ يوم الفيس عامل لك لعبه جميله يا عم الحاج، انت وانت شغال على التصميم دوت قلت له خد كل 300 بكسل حطهم لي في انش صح؟ طيب يا عم الحاج الفايل بتاعك ده كام انش في كام انش؟ افتراضا هنقول 4 انش في 4 انش حلو؟ هات لي يا عم الفايل ال 4 انش في 4 انش ده حطه لي 8 انش في 8 انش ماشي؟ فدلوقتي هو عمل زومنج للمساحه، ما يكتفيش على كده، يقول لك لا ما انت مش هتعمل زومنج، وركز بقى في النقطه اللي هقولها دي، مش تعمل زومنج وتسيب لي الملف سمارت اوبجكت، لا يا باشا حوله لي راستر. طب لما احوله راستر، الراستر ما بيقدرش يرجع للمقاس الاصلي بتاعه فيبكسل منك. تيجي اوريها لك مثال عملي، تيجي اوريها لك على الشاشه كده قدامك تمام عشان تتفهم اكتر. انا هعمل لك حاليا، اعمل لكم شباب شير سكرين اهيت، وثواني الفوتوشوب يفتح ونبدا نتكلم ايه؟ نتكلم عملي. فاهم الفكره؟ خلي بس الفوتوشوب يفتح معانا وافهمك اللعبه عشان تبقى فاهم النقطه دي، عشان النقطه دي هتفرق معاك قدام واحنا بنتكلم في السمارت اوبجكت وفي الراستر. فاهم حاجه؟ ثواني بس الفوتوشوب يفتح. الفوتوشوب فتح معانا حاليا يا شباب حلو؟ بص معايا كده، انتوا المفروض فتح عندكم يا شباب صح؟ قدامكم عشان شغال شباب؟ ايوه فاكر. شغال. فاتح قدامكم صح؟ طيب خلينا ناخد مثلا ايه حاجه زي دي كده، اي صوره عندي محطوطه تمام؟ خلينا نشيل دول كده نحطهم في جروب ونقفل العين عليهم. ايه؟ مش شغال عندك في ايه؟ الشير سكرين شغاله شباب ولا لا؟ ايوه شغال. طيب مين اللي بيقول مش شغاله؟ طب استنى راسترها لك اهي. لا اشتغلت خلاص. اشتغلت؟ خلاص خلاص. بص يا باشا انا عندي هنا صورتين، التصميم بتاع حضرتك وهو بيتعمل له اكسبورتنج بيطلع لي حاجه اسمها سمارت اوبجكت. سمارت اوبجكت دي بص يا باشا انا ممكن اخد التصميم ده اصغره كده لحد هنا تمام، وهيعيد توزيع البكسلات بتاعته عادي جدا، ولما اكبره ارجعه زي ما كان اهو، ولو كبرت اكتر من كده هيفضل على نفس الحاجه. ليه؟ السمارت اوبجكت بتبقى حاجه اسمها سورس، السورس اللي هنا دي هي واخده عدد بكسلات معين لكل انش فهي بتحطها في التصميم الجديد. يقول لك لا يا عم الحاج اركن لي بقى السمارت اوبجكت ده وطلع لي الصوره راستر. شايف المربع اللي هنا ده اختفى هنا. راستر يعني ايه؟ يعني هي ما تتعرفش هي فيها كام بكسل. بص انا مجرد ما هاجي اصغر الصوره الراستر دي كده وارجع بعد كده ارجع اكبرها اعمل لها زومنج تاني، بص ايه اللي هيحصل؟ خلينا بس ايه نمسك الصوره كده عشان نعرف نعمل لها زومنج اهيت. بص كده ايه اللي حصل؟ ايه رايك؟
عارف هو عمل ايه؟ عارف ايه اللي خلاه وصل للمرحله دي بالشكل ده؟ ها شباب، ايه اللي خلى الصوره وصلت للشكل ده؟ ان البكسلات ضاعت في بعضها. مش ضاعت في بعضها، هو اعاد توزيعها على قد المساحه الجديده. ما هو ما عندوش سورس، فهو اخد عدد البكسلات ازاي؟ تعالى اوريك. انا لما دوبليكيت صوره زي دي كده واحولها راستر، ماشي؟ الصوره دي احنا قلنا في كل انش 300. طيب خلينا اصغرها لك حاجه بسيطه بالشكل ده كده. شايف انت لو بصيت هنا كده ال 300 بكسل واضحين والصوره كويسه كجوده، فاهم؟ تعالى بقى، هو هياخد نفس البكسلات اللي دي يوزعها على المساحه الجديده. بص لما اجي ازوم تاني ايه اللي هيحصل؟ شايف كده التصميم بقى عامل ازاي؟ تخلي بالك التصميم قبل ما نعمل له تكبير وتصغير اهو، ده بعد ما كبرناه وصغرناه. عشان كده لما تودي تصميم للواتساب تلاقي الصوره على الواتساب وانت بتبعتها لصاحبك بتحمل مرتين. حد سأل نفسه ليه؟ الفيديو لما تيجي تبعته لصاحبك على الواتساب بتلاقيه بيتحمل مرتين. المره الاولى عشان يبعت الملف يتعمل له تصغير او يتعمل له اللي هو ايه، يقلل مساحته. المره الثانيه يا باشا عشان يطلع لك الملف بالصيغه الجديده بيرجع للسيرفرات في جزء من الثانيه يعمل العمليه دي ويرجع لك تاني، فتلاقي الصوره معاك طالعه مبكسله. عشان كده انت لما تيجي تكلم صاحبك على الواتساب تقول له ايه؟ لا يا عم ما تبعتليش صورتي صوره، ابعتها لي دوكيومنت. دوكيومنت ليه؟ عشان هو ما بيعرفش ايه اللي جواها، ما بيعرفش يحدد، بيبعتها لك كملف كارير، كملف مقفول. فهمت اللعبه؟ خلي بالك ان شوف الصوره مبكسله جزء بسيط اهي، انا لو صغرتها تاني وكبرتها هوريك ان البكسلز هتضيع تاني اكتر. يعني انا صغرتها تاني هي المساحه ديت، لو جيت كبرتها تاني بص كده بقت عامله ايه؟ واخد بالك؟ واخد بالك من منظر الصوره ان كل ما نكبر ونصغر تبكسل اكتر؟ فهمت اللعبه؟ شباب وضحت؟ ايوه تمام. يبقى انا بالنسبه لي لعبه السمارت اوبجكت ما تتلعبش مع اسمه دوت، مع بسم الله الرحمن الرحيم، مع ميتا او مع اي سيرفر عليه ضغط. هو بيروح يفك السمارت اوبجكت اللي انت مديها له، فاهم الفكره؟ ويبدا يعمل ايه؟ يبدا يصغرها ويكبرها. شكر الله سعيكم على هذا الحال. فهمت اللعبه؟ فهتبدا تطلع معاك الصوره مبكسله زي ما انت شايفها حاليا كده. لكن احنا عندنا لما بنيجي نشتغل بنسيب الصوره سمارت اوبجكت زي ما هي، زي اللي تحت دي كده. فهنا انا كبرت، صغرت، طلعت، نزلت، تفضل بجودتها. عشان كده انا لما جيت قلت لك اشتغل 150 عشان اخلي لك الوضع النورمال اللي هي المقاس بتاع الصوره قليل والجوده تعبانه، ولا الجوده عاليه قوي مقاس التصميم عالي جدا. فاحنا مسكنا الجزء اللي في النص في النورمال، فاهم الفكره؟ واشتغلنا على اساسه. وضحت النقطه دي يا شباب ولا حاسين لا ان الموضوع مش واضح؟ شباب واضحه؟ ايوه تمام. يبقى انت فهمت شوية. النظريه اصلا. شوية. بتقول ايه؟ شويه مش قوي. طب ثواني بالراحه. انا دلوقتي جيت اديتك ورقه، تمام؟ ورقه كبيره، حلو؟ وانت لقيت حجم الورقه ده كبير، فاهمه الفكره؟ وعايزه تصغري حجم الورقه دي، بتعملي ايه؟ من غير ما تقطعيها طبعا، من غير ما تقطعيها ايه؟ طبقها. الله ينور عليك. طيب بعد ما تطبقيها لو جيتي فردتها تاني هتلاقي ايه اللي حصل؟ كرمش. كرمشت، وجوده الورقه نفسها كشغل مش هتطلعها على نفس الحاجه اللي كنت بتطلعيها الاول، صح؟ ليه بقى؟ في لاينات وفي حاجات بايظه، وفي حاجات بايظه انت مش عارفه تعمليها، مش عارفه تشتغل عليها، صح؟ صح. فهمت الفكره؟ ادوني ثانيه يا شباب جاي لكم، اتاخرت عليكم. يلا بينا نكمل. معايا يا شباب؟ شباب معايا؟ سامعني؟ معاك. تمام زي الفل. فنرجع للكلام تاني يا استاذه ايه. احنا بالنسبه لنا دلوقتي جبنا الورقه، لما قلنا عايزين نصغر حجمها قلت كرمشتيها، صح؟ لما اجي افتح الورقه تاني هل الكواليتي بتاع الورقه هيفضل هو نفس الكواليتي اللي انا كنت جايب الورقه بيه اساسا؟ لا. طب هل لو انت تنيت الورقه دي 3 4 مرات ورا بعض ايه اللي هيحصل؟ هتبوظك. وممكن تنقطع. فخلاص انت اتلفتي الورقه اللي انت كنت جايباها لهدف ما. فاهم الفكره؟ هي نفس اللعبه بالظبط اللي الفيس بيلعبها معاك، ان هو بياخد التصميم دوت يقوم جاي مكرمشه ويرجع يفرده من تاني. مره 2 3 تلاقي التصميم ده بدأ خلاص هو مات. عشان كده خش عندك يا جماعه، انا عايز اقول لكم حاجه تعملوها تبقى جميله. خش عندك على الواتساب ماشي، وابعت اي فيديو انت محمله من تيك توك او من اي مكان لصاحبك، وبص على حجم الفيديو قبل ما تبعته. وبعد ما تبعته حمل الفيديو من الشات وبص على الحجم بتاعه الجديد. هتلاقي حجم الفيديو بالنسبه لك اتغير، بدل ما كان 11 12 ميجا بقى 1 ميجا، تمام؟ وهتلاقي كواليتي الفيديو نفسها راحت منك، في حاجه حصلت غلط. فاهم الفكره؟ معايا يا شباب؟ يبقى احنا بالنسبه لنا الموضوع بس يتوه الاول لانك ما تعرفش الدنيا بتمشي ازاي، بس في الاخر الهدف حاجه واحده، ان هو بيوزع البكسلات بتوزيعه جديده.
يكبر الحجم وياخد البكسلات دي يرميها في مقاس اكبر. فبدل ما كل انش شايل 300 بكسل، خلاص هو خلى الانش شايل 150 بكسل بس. فهمتوا اللعبه؟ واضحه شباب؟ واضحه ولا؟ ايوه تمام واضحه. واضح. نكمل اسئله بجمله التروما بقى عشان تروحوا للمستشفى مره واحده. طيب احنا كده اتكلمنا عن فكره اللي هو ريزوليوشن، ويعني ايه بيكسل بير سنتي وبيكسل بير انش، وليه بتاثر على الحجم والمساحه وكل الكلام ده كله والكواليتي وكل الكلام ده، وليه احنا بنشتغل ريزوليوشن مش عاليه قوي في الفيس وكده عشان الصوره ما بكسلش مننا. ما تيجي اسالك بقى السؤال النورمال اللي هو ممكن اسال بيه احمد بقى وانزل بالترتيب. يا احمد هتاخد لي ال 300 وال 150 وال 72 في جزء السوشيال ميديا فقط، تقول لي بتستعمل في كذا في السوشيال ميديا، في كذا في السوشيال ميديا، في كذا في السوشيال ميديا فقط لا غير، وسيب لي الطباعه هسال فيها حد تاني. احمد هرب. طيب آية، نعم. الجزء الريزوليوشن في السوشيال ميديا امتى 300 لو وامتى سيرفر 150 وامتى 72؟ لو سيرفر خاص اللي هو هننزل عليه يبقى ريزوليوشن 300. حلو 150 ده اللي هو السيرفرات بتاعت السوشيال ميديا العادية لو احنا هننزل. حلو. 72 لو السيرفر كان وقع وفي مشكلة عايز حصلت. اه حلو. فهمتي لعبة ليه الارقام دي اتحطت؟ فهمت. ليه بقى احنا بنحط سؤال بقى المهم دلوقتي، ليه بقى بنختار 72 لو السيرفر وقع؟ ده السؤال بقى الاهم دلوقتي. لو انت فهمت اللي فات هتعرف تجاوب على ده. عشان اللي هو ركزي ركزي عادي، خدي راحتك. فكر احنا قلنا الريزولوشن متحكمه في ايه وفي ايه وفي ايه، هتفهمي الاجابه. الصورة. طيب هو انا بالنسبه لي لو الفيس في الوقت العادي، هل البليون مستخدم هيدخلوا في وقت واحد؟ ها؟ لو السيرفر وقع لا لو السيرفر ما وقعش، لو عادي، لو انا في اليوم العادي، هل في نسبه ان كل المستخدمين يفتحوا في نفس الوقت؟ حاجه صعبه انها تحصل اصلا. ليه؟ في فرق الدول، ممكن انت في وقت تبقى صاحي وهم نايمين، فانت بتخش في ميعاد وهم بيخشوا في ميعاد تاني، صح؟ طيب بقى لما السيرفر يقع ايه اللي بيحصل؟ افكركم بحاجه بسيطه جدا جدا كده من فتره، لما الناس كلها صحيت لقيت الفيس مش عايز يسجل دخول وافتكروا نفسهم اتهكروا. فاكرين الوقت ده؟ كانت حاجه حصل مشكله في السيرفر برضه بتاع الفيس. ايه اللي حصل؟ مش هقول لك يعني، خلينا ناخد لك بمثال عام كده، الشعب المصري كله كان قاعد على الفيس في نفس الدقيقه وهو بيسجل دخول. ايوه. فانت السيرفرات اللي متعوده انها تستحمل مثلا 800 مليون، انت مش قايلها بليون مره واحده، اللي هو حرفيا فيه 200 مليون زياده. و200 مليون ده رقم كبير، مش حاجه بسيطه بالنسبه للسيرفرات. فاهمين الفكره؟ فانت بتتكلم انك عمال اوفرلود على السيرفر نفسه مبقاش قادر يستحمل، فاي صوره بتنزل بقت بتعمل ايرور. الفيس حصل فيه كميه بجات وحاجات وقالوا اصل تحديث ومش تحديث، بس هو عشان السيرفرات مش مستحمله. انت بتتكلم ان في بليون مستخدم داخل يطمن على الاكونت بتاعه لا يكون اتسرق، صح؟ ففي الوقت اللي زي ده لمده اسبوع كامل من المشكله اوعي تنزلي صوره 150. مستحيل تعمل الحركه دي. انا بشتغل 72 في الوقت اللي زي دوت عشان انا عارف ان كل الناس كل يوم هيبقى فيه لود اكبر من اليوم اللي قبله، فما اعملش حركه ان انا ادخل ال 150 او ال 300 لان هتبقى كارثه. انت ما بص البتاع الاكونت بتاعك هيبقى الصوره نازله فيه مربعات اكنها صور ماريو حرفيا. انت فاهم ده يا شباب؟ اظن اللعب النهارده كان خفيف، صح شباب؟ الدنيا النهارده كانت خفيفه، صح؟ ما كانش في حاجه يعني، احنا بدأنا اسئله نوعا ما جديده شويتين، بس انا النهارده لسه بمعنى كده بهزر، يعني انا النهارده بهزر. السيشن الجاي هيبقى معانا ان شاء الله باذن الله الجزء بتاع الكالر مود، تمام؟ الجزء الجاي الفيديو الجديد هيبقى الكالر مود. نقطه مهمه، واجهه البرنامج ده اللي هو ريزوليوشن، لكن اللي تحته اللي هو بتاع وضع الالوان ده بتاع الكالر مود. حلو معايا؟ انت عندك فيديوهين في الاساسيات، فيديوهين في الاساسيات انت اتفرجت على واحد، ايوه بالظبط ده استخدامها، ده بيجي معاك الكالر مود. هي الكالر مود وواجهه البرنامج من جوه بقى. انا اهم حاجه عندي الكالر مود واجهه من جوه دي، انا هتلاقيني حتى في الفيديو بقول لك مش لازم تحفظ اسامي الادوات، مش فارقالي لان كده كده مجرد انك عارف هي بتعمل ايه خلاص. فاهم؟
السيشن اللي فات ايه؟ اقدر اتابعها في ما انا هقول لك حاليا اهو، اصبر انت بالذات عشان انت بالذات انت لسه داخل جديد ففاهمك الدنيا. اول حاجه الشباب بتوع النهارده اللي هم دخلوا السيشن اللي فات، السيشن الجاي هنسمع الفيديوهين تاني وهتسيلوا في الاثنين. يعني مش معنى ان احنا عندنا ريزوليوشن النهارده خلاص انتهينا، ده انا هفضل اسالك فيها هي والكالر مود اللي ممكن اسبوعين 3 قدام، عشان هي خلي بالك هي الاساس. دي لو اتكتبت غلط انت مهما كان التصميم اللي بتاعك اللي في قلب الفوتوشوب ابداعي فانسى بقى، روح ارمي التصميم في الزباله، انت عامل البريسس اصلا غلط. فاهم الفكره؟ فاحنا هنظبط البريسس الاول، بعد كده نبدا ايه ندخل على التصميم من جوه ان شاء الله باذن الله. هاجي المره الجايه هسال في الاثنين على بعض كولر مود ريزوليوشن. تمام؟ انا هسال في الاثنين، ودي فرصه ليك يا صابر، عشان كده انا قلت للتيم يدخلوك النهارده، لان كده كده انت ما فاتكش حاجه مش هتعرف تعوضها. الحمد لله ان كده كده ايه كولر مود ريزوليوشن انا بقعد اسال فيهم اسبوعين 3، فانت اوريدي كده كده مفيش حاجه فاتتك. تمام؟ تمام. هفتح لك انا الكورس عامه حاليا صبر، بعد ما نخلص افتحه لك على المنصه ما تقلقش، انا هتابع معاك. التيم قال انك لسه ما فعلتش، فانا هتابع لك انا الدنيا دي. يبقى الشباب اللي موجودين احنا السيشن الجاي هنعمل ايه؟ كولر مود ريزوليوشن. ميعادنا السيشن الجاي بقى وده نحدده دلوقتي عشان يبقى اخر كلام. عايزين تفضلوا الساعه 5 زي ما انتوا قلتوا الفجر، ولا عايزين تغيروا الميعاد؟ زي ما احنا الفجر. اللي انتوا عايزينه. احنا كده كده اول سحور النهارده، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون شهر خير وبركه وسعاده علينا كلنا يا رب. فحطوا الميعاد بحيث ان احنا نثبته. يبقى كل خميس. لا احنا موعدنا 3 ايام في الاسبوع، احنا 3 ايام حد وثلاث وخميس، والثلاث ايام التانيين فيديوهات بتتفرج فيديوهات على المنصه. يعني انت هتتفرج على فيديو ايه؟ مش كان سبت واثنين واربعة؟ هو النهارده ايه من ايام ربنا؟ احنا النهارده الاربع صح؟ ما تلخبطونيش بس بالله عليكم، عشان ايه مواعيدي عامله لي ازمه دلوقتي بسبب رمضان. احنا مواعيدنا سبت واثنين واربع سيشنات، حد وثلاث وخميس فيديوهات. حلو؟ تمام. بتاخد الفيديو يا صابر النهارده، افتراضا احنا النهارده خلاص السيشن اهوت، تاخد الفيديو بيبقى معاك النهارده وبكره، بتيجي بعد بكره السيشن تاني تتسال في اللي في الفيديو. فاهم حاجه؟ هو كورس الفيديوهات بتاعت الكورس بتفضل شغاله معايا على طول يعني؟ مدى الحياه ومتحدثه كمان. يعني لو نزل ابديت للكورس في اي وقت تدخل على المنصه تتفرج عليه فور فري. تمام؟ ده الكلام للكل يا شباب في اي وقت، وانا بقول اهوت نصيحه ليكوا دلوقتي من قبل اصلا ما نوصل لمرحله انتوا تخلصوا. نصيحه من دلوقتي اهوت، كل شهرين ادخل بص على الكورس مره في المنصه، او تابع الروم بتاعت الاي ام ال اللي هي اللي موجوده على الواتساب اللي هي روم الاخبار، هتلاقي بينزل فيها لو نزل تحديث او اي حاجه للكورس ببلغ هناك، عشان تبقى عارف ان لو اي محتوى نزل ما تتوهش عليه. عشان ادوات الاي اي بتتطور الفتره دي بشكل كبير جدا، فالفيديوهات على طول هتلاقيها بتتحدث على طول، كل يومين هتلاقي ضايف لك فيديو جديد بيتكلم عن اداه اي اي جديده. يعني حضرتك دفعت فلوس الكورس مره واحده تاخد كورس معاك مدى الحياه. تمام؟ شباب الخير، السيشن الجاي هنعمل ايه؟ خليني بقى اقف ريكوردنج كده.